احنا هنرسم طريقين بولي لاين. ماشي. كيلو مثلا 300 متر. حلو. مم. وادي بولي لاين متقاطع معاه بالشكل ده. حلو. حلو. ناخد من ده اوفست 7 متر و20 سنتي عقرب، وده 7 متر و20 سنتي الجهة التانية، ونقول 2 متر رصيف و2 متر رصيف. حلو الكلام. اوفست 7.2، 7.2 اوفست 2. حلو مم. تمام. فلت اف انتر انتر نديله راديوس مثلا 15 ما بين الخط ده والخط ده، الخط ده والخط ده، والخط ده وده، والخط ده وده. حلو الكلام. سلك على ده وقول له ترند وشيل ده. سلك عليهم الاتنين كنترول واحد، واديله ايه؟ ان دول الاتنين سنترال لاين، واديله هنا سكيل 15. حلو. وده 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 اسفلت ايدج. ماشي. وده ايه؟ سايدو رصيف. مم. عملنا يا باشا طريقين متقاطعين. مم. جميل. تعالى ايه نقول له لاين بدأ من هنا لهنا مثلا، وادي لاين تاني من هنا لهنا. اللاين ده نسلك عليه، حدد عليه كده كنترول واحد، واديله في بدايته منسوب مثلا 10، ونهايته منسوب مثلا ايه 15. تعالى سلك على التاني، وقول له بدايته يبقى منسوبها 9 ونهايته منسوبها كام؟ 12 مثلا. ليه بقى الاتنين لاين دول؟ والسيرفس. عشان نكرر منهم سيرفيس. سم السيرفيس ده existing. اوكي. وندخل نعرف الايه السطح بتاعنا. definition من خلال ايه؟ drawing object. كليك يمين اد، واختار هنا ان انا هقرب من لاين، واقول له اوكي، ونحدد على اللاين ده، واحدد على اللاين ده واقول له اوكي. جميل. ماشي. طيب تعرف تعمل alignment صح؟ ايوه طبعا. alignment from poly line. وده هنسلك عليه كده، ونقول له انتر انتر، وده نسميه بود ايه؟ بود 1. ماشي. نديله الصورة التصميمية بتاعته، ونديله الليبلز بتاعتنا. اوكي. كمان مرة ده يبقى ايه؟ بود 2. ماشي. نديله الصورة التصميمية. اوكي. بروفايل. create profile from surface. بود 1 على الاكزيستنج جراوند اد. هنا درو. خلينا على الهايت مينيمم elevation خليها 10، أو نخليها مثلا 8 ل18. والبندات بتاعتنا بروفايل. كريت بروفايل فروم سيرفيس. الرود رقم 2 على الأرض الطبيعية. اد درو. واد الهايت بتاعنا، نقول ده كام؟ 8 و18. حلو. هنعمل بروفايل تصميمي اللي فوق. بروفايل باي لاي اوت. تختار الايه جريد فيو ده، نقول له ده هيبقى اسمه رود 1 ديزاين. اوكي. وهنا تقول له تانجنت، تانجنت وسكيب. ماشي. هيبدأ من هنا لهنا لهنا لهنا. حلو الكلام. ده كلام الناس الايه العقليين. طيب تعالى بقى ايه ندي بوينت. كرييت. حط البوينت هنا عند النقطة دي، سميها انترسكشن انتر. نديها منسوب صفر سكيب. وبعدين نيجي هنا ونسقط النقطة بتاعتنا بروجكت لا. اوبجكت بروفايل فيو، ونختار النقطة نقول له انتر، ونقول له اديها منسوبها منين؟ من هو ديزاين بروفايل، عشان نعرف منسوب النقطة دي كام. حلو. منسوبها كام؟ واحد في 12 12. 6 2 6 2 6. ماشي. 12 6 2 6. تعالى على طول على البروفايل اللي تحت ده، وأقول له بروجكت بروفايل فيو، واختار نفس النقطة، وأقول له انتر، وأقول له منسوبها هندخلها بشكل مانوال 12.626. اوكي. اوكي. خلاص. تقدر تعمل تصميم هنا. جبنا منسوب نقطة تقاطع اهو، بروفايل باي اوت، واختار هنا الايه ده هيبقى رود 2 ديزاين. حلو. اوكي. وهنا تقول له درو تانجنت، تانجنت سكيب. تبدأ من هنا وتمشي بالشكل ده.
حلو الكلام؟ حلو. جميل. كلام الناس الإيه؟ كلام الناس المحترمين. طيب تقدر تعمل الأسمبلي بقى. الأسمبلي بتاعنا شكله حرف بي. فتروح تقول له هنا إيه؟ كوريدور كريت أسمبلي. هنسمي الأسمبلي ده واحد ونقول له أوكي. نضغط هنا وبعدين نفتح التول باليت وبعدين نقول له عايزين من اللين، عايزين لين سوبر ايفيشن اكس اوف روتيشن، كل حاجة تمام. نقول له بس الميل بتاعنا 2% طالع لفوق. حلو. وبعدين تروح هنا على الكيربس وتقول له ايه يا باشا؟ كيربس تول. ماشي. خلي دي بوينت واحد. قول له اوكي وارميها له هنا. تمام. بعد كده طبعا سايد اوت. هو ده السايد اوت بتاعك. جميل. سلك هنا سلك هنا كليك يمين ميرور كده. الدنيا دي تمام وتنفع مع الالاينمنت بتاعنا في الاتجاه ده، بس في منطقة التقاطع مش هتنفع. فهنيجي نقول له ايه؟ تعالى كده من اول الجيومتري بوينت دي لحد الجيومتري بوينت دي نحط خط كده نقفل التقاطع ونحطه على اللي اسمها ايه؟ التارجت. ماشي؟ هو خط عادي صح؟ هو تارجت خط خط عادي، أو انا مش تارجت هتارجت عليه بوينت؟ كمان يعني، انا هحطه كده ايه منكش يعني. انا اصلا هديله نص القطاع هنا. بص كل اللي انا هعمله ان انا هاجي اقول له ايه؟ خد لي كوبي من هنا. حلو. واقول له ناحية الرايت انا مش عايز اصلا الكلام ده. ده الاسمبلي رقم اتنين. حلو. يبقى ده واحد واثنين. ماشي. طيب يبقى تقدر تركب كوريدور هنا. كوريدور كرييت كوريدور للرود رقم واحد. كوريدور رود واحد ديزاين بروفايل اسمبلي واحد تارجت سيرفيس اكزيستنج اوكي. واروح هنا اقول له ايه؟ درو تانجن اديله التارجت اللي نوتس تارجت في الرايت من هنا ومن هنا. حلو. اللي نوتس تارجت في الليفت من هنا. السايد ووك في الرايت. السايد ووك في الليفت. اوكي. كده احنا حطينا القطاع اللي هو واحد. تمام. لا، الجزء ده انا عايز احط فيه اتنين بس، فبقول له هنا كليك يمين واقول له سبليت ريجون ويطلع لي عند الجيومتري بوينت دي ضغطه هنا. يطلع لي عند الجيومتري بوينت دي. يبقى عندي كام ريجون؟ ثلاثه. واحد قبل تقاطع والتقاطع. تمام. واحد بعد التقاطع. التقاطع ده هقول له استخدم هنا الاسمبلي رقم اتنين. خلاص يا عم. ما تحرجناش. فاريبلز. اقول له على ان هو ايه؟ يدينا ممكن عايز الاسمبلي. الليست. اسلك هنا اقول له موديفاي ريجون. ريجون بروبرتيز اضغط هنا. المفروض اصلا كان يختار يعني. وهنا اختار الاسمبلي رقم اتنين. اوكي. اوكي. حلو. شال الجزء اللي هناك ده. هو ما سلك. تارجتش هنا، هو لا، خد ما نص انا حارة خدت بس. نص حاره. ما انا عامل نص حاره اصلا. لو تلاحظ انا سايب نص الحاره دي بس. ماشي. سلك هنا سلك هنا كليك يمين واقول له كوريدور بروبرتيز وروح هنا على السيرفيس. واقول له هنا ده هيبقى اسمه 1 توب سيرفيس. ده هيبقى توب. ادي سبريت لاين توب لينكس. وادي الحدود بتاعتي. ريبيلد. خلاص نركب الكوريدور هناك. كوريدور كرييت كوريدور حدود رقم اتنين. والله ما تتنين. حدود رقم اتنين الاينمنت الاسمبلي بتاعي رقم واحد والتارجت سيرفيس بتاعي existing اوكي. تمام. من الستارت ستيشن لحد ايه؟ لحد الستيشن رقم كام؟ ستارت ستيشن عندنا ثابتة لحد الستيشن دي لحد بداية الجيومتري كده. حلو الكلام. اديله التارجت لينوتس رايت على حسب الالاينمنت دايركشن والليفت رايت على حسب الالاينمنت دايركشن. وهنا السايد ووك رايت وهنا السايد ووك ليفت. اوكي. حدد هنا كليك يمين وقول له كوريدور بروبرتيز. روح كاريت السيرفيس ده يبقى اسمه اتنين توب سيرفيس. ماشي. ده توب. انا سبريت لاين لينكس وادي الباوندري بتاعتي. اوكي. كده بقى عندي ادي سطح ادي سطح اوبجكت فيور ورقم الاتنين في الاوبجكت فيور مود.
ماشي، مم. شكل حرف في. مم. الميل بتاعه فين؟ الميل بتاعه بيرمي في النص، وده برضه بيرمي فين؟ بيرمي في النص. الوصلة بتاعت الخط نعمل فيها ايه؟ شايف انت الارك ده والارك ده، دول هناخدهم، يعني هقول له كنترول سي. عود نفسك لما تيجي تشتغل كاد في ملف سيفل، خد الداتا كوبي وارميها في ملف خارجي، كليب بورد فيست اوريجينال كوردينيت زد دي انتر. ليه بقى انا خدتهم في ملف مم. خارجي؟ عشان اعمل لهم اكسبلود، واخد الايه الوصلتين دول بس، دول اللي انا محتاجهم، واقول له ده نديهم مثلا لون أحمر. كوبي، وارجع بيهم تاني على الايه ارجع بيهم تاني على الملف بتاعي. كليك يمين، كليب بورد فيست اوريجينال كوردينيت. عليكم السلام ورحمة الله. دلوقتي بقى الخطين اللي احنا جبناهم دول، هو الكيرفين دول، هنعمل بيهم ايه؟ هنحولهم لالاينمنت. نروح هنا على الالاينمنت ونقول له كريت الاينمنت فروم بولي لاين، واختار الكيرف الاولاني من هنا، بحيث ان انا ضغطت في البدايه تبقى هنا، بحيث ان ده يبقى الدايركشن او الاتجاه بتاعه، واقول له انتر. يجيب لي سهم كده يقول لي ده الدايركشن بتاعك، اقول له كمان مره انتر انا موافق. اقول له ده هنسميه الكير بيرتيرن رقم 1، سي ار 1. هكرر نفس الامر تاني، alignment create alignment from polyline، واختار هنا الارك ده بدايته من هنا، واقول له انتر. ده اتجاهه، ده اتجاهه، انتر كمان مره عشان نسميه كير بيرتيرن رقم 2. يبقى دي اول الاينمنت ماشي في الاتجاه ده، وتاني الاينمنت ماشي في الاتجاه ده. طيب، الاتنين الاينمنت دول انا عملتهم بالشكل ده ليه؟ على اساس ان هو الالاينمنت يبقى على يمينه هنا رصيف وعلى شماله اسفلت، وهنا نفس الكلام على يمينه رصيف وعلى شماله اسفلت. جميل. احنا ممكن كمان نشيل الليبلز بتاعتهم، نسلك كده على الالاينمنت ده ونقول له كليك يمين اديت الاينمنت ليبل، ونقول له امبورت ليبل سيت، ونقول له نو ليبل، انا مش عايز كتابات عليه، انا عارف اتجاهه بس، وده المهم بالنسبه لي. نفس الكلام هنا، هسلك على الالاينمنت ده واقول له انتر، وبعدين اقول له امبورت، واقول له نو ليبل، واقول له اوكي، وبعدين اوكي. جميل. يبقى احنا دلوقتي عندنا اتنين الاينمنت خاص بالكيربرتل. احنا ممكن نسلك على السطح ده ونقول له كليك يمين سيرفيس بروبرتيز، وبعدين نقول له نو ديسبلاي. مش عايزين نشوف ليه السطح بتاعنا. بالمناسبة، لما تعرف السطح من اوبجكت او درونج اوبجكت، انت بعد ما بتعرف ممكن تشيل الدرونج اوبجكت، والسطح ما بتأثرش بانك تشيل السورس بتاع الداتا بتاعته، في الحالة بس انك عرفت من ايه، من درونج اوبجكت. طيب، الالاينمنت ده هروح اقول له ان انا عايز اعمل له بروفايل، كريت بروفايل فروم سيرفيس، اختار الكيرب ريتيرن رقم 1 واعمل له اسقاط على الارض الطبيعيه، اقول له اد درو. هدخل هنا على الهايت واقول له مينيمم اليفيشن هنا مثلا 8، وماكسيمم اليفيشن نقول 18. اوكي. وهنا في اي مكان تضغط عشان يديني البروفايل بتاعي. بروفايل تاني، كريت بروفايل فروم سيرفيس للكيرب ريتيرن رقم 2، واختار الاي جي واقول له اد واقول له درو. ادخل هنا على الهايت، نقول هنا المينيمم بتاعنا 8 والماكسيمم 18. كرييت، واضغط هنا جنب صاحبنا ده. بعد كده هرجع على السطح بتاعي، اللي هو السطح بتاع الطريق الافقي ده، اسلك عليه واقول له هنا اد، واقول له سبوت اليفيشن، واجي عند بدايه الكيرف هنا، ونخلي بالنا نضغط ضغطه على الاسفلت، مش شرط في نفس النقطه، اضغط على الاسفلت وما تضغطش فوق هنا، لان فوق هنا رصيف طبعا هيبقى منسوب عادي. انا بضغط على الاسفلت في الحته دي قريب من النقطه. تمام. وفي الجهه التانيه هنا نفس الكلام، برضه هضغط هنا على الاسفلت ضغطه. انا عرفت منسوب نقطة البروفايل، او منسوب نقطة الربط في بداية الالاينمنت ده وفي نهاية الالاينمنت التاني. تعالوا نسلك على السطح اللي فوق، واقول له هنا سبوت اليفيشن، وبعدين اختار برضو نقطة هنا على الاسفلت، ونقطة قصادها على الاسفلت. بالمناسبة النقطتين دول هيبقى منسوبهم واحد، لان انا عندي سيمترية في الشكل اليمين زي الشمال. الاتنين تقريبا منسوبهم واحد، فرق سنتي ولا حاجة. طيب، دلوقتي انا ممكن اجي اعمل ايه، اعمل بروفايل للالاينمنت الاولاني ده، واحترم فيه منسوب الربط في البدايه ومنسوب الربط في النهايه، 12 85 في البدايه و12 68 في النهايه. هنا اروح اسلك على البروفايل ده واقول له اد فيو ليبل، واقول له سبوت اليفيشن او ستيشن اليفيشن سوري، واختار هنا البدايه واقول له ده بدايته 12.85 اعتقد، نشوف 12.85. وهنا تاني بيسألني عن الستيشن، فبروح أحدد عند نقطة النهاية على نفس البروفايل، وأقول له الإليفيشن بتاعي هيبقى 12.68.
هاجي هنا على البروفايل التاني ده، سلك عليه واقول له اد فيو ليبل ستيشن اليفيشن، واختار هنا ادي البدايه، واقول له طبعا هنا 12.67، قلنا الفرق بينهم سنتي تقريبا، يعني التاني هنا كان ايه، كان اقل بسنتي اهو، والنهايه 12.68. اختار هنا ادي النهايه واقول له 12.68. دلوقتي اقدر اعمل بروفايل هنا، سلك على البروفايل ده واقول له ان انا عايز اكريت بروفايل هنا من خلال البروفايل كريت بروفايل فايل اوت، وده هنسميه السي ار 1 ديزاين بروفايل. اوكي، وبعدين هروح هنا اقول له درو تانجنت تانجنت، ادي تانجنت نقطة بداية ونقطة نهاية للتانجنت. سلك على البروفايل التاني واضغط هنا على المسافة في الكيبورد وقول له هنا ده هيبقى اسمه سي ار 2 ديزاين. اوكي، وبعدين اختار برضو نفس الامر درو تانجنت تانجنت، ادي البداية وادي النهاية. دلوقتي بقى عندي اتنين الاينمنت، تمام، وكل الاينمنت منهم عملت له بروفايل. النقط دي ممكن اسلك عليها سيلكت سيميلر واقول له ديليت، وكمان النقط اللي انا حطيتها هنا اقول له سيلكت سيميلر واقول له ديليت. بعد كده انا هاجي اسلك على الكوريدور ده واقول له اد بيز لاين، ضيف لي بيز لاين جديد، تمام، واختار السي ار 1 واختار الديزاين بروفايل بتاعه، واقول له تاني اد بيز لاين واختار السي ار 2 واختار الديزاين بروفايل الخاص بيه. بعد كده هسلك تاني على الكوريدور، او هو بالفعل كان متسلك عليه، بقول له هنا اد ريجون، تمام، وابتدي اختار البيز لاين اللي انا هركب عليه الريجون بتاع الكوريدور ده. ده بالنسبه لي بيز لاين الاساسي بتاع الكوريدور، وده بيز لاين انا لسه ضايفه حالا، وده بيز لاين انا لسه ضايفه حالا. قبل ما نضيف البيز لاين احنا عايزين نجهز بقى شكل الايه، شكل الاسمبلي. هنا على اليمين هنا رصيف وعلى الشمال هنا اسفلت، فباجي من الايه، من الاسمبلي بتاعنا ده باخد منه كوبي، ونقول على اليمين رصيف وعلى الشمال اسفلت، نشيل العناصر ونقول ده هيبقى اسمه الكير بيرتيرن اسمبلي. هاجي اسلك هنا على الكوريدور ده واقول له اد ريجون، واختار البيز لاين ده، اقرب منه كده هيجيني شكل احمر كده يتعمل عليه هايلايت، اضغط هنا ضغطه واقول له اف انتر، اف اختصار فيل يعني املا لي الوصله دي بالاسمبلي اللي انا هختاره لك، واختار هنا الاسمبلي اللي اسمه سي ار واقول له اوكي. وهنا طبعا بيقول لي الويتس تارجت الخاصه بالرصيف هنختارها منين، هنختارها من الخط ده. اما بالنسبه للويتس تارجت الخاصه باللين ناحيه الليفت هضغط هنا واقول له هختار الالاينمنت، عندي رود رقم واحد وعندي رود رقم اتنين، احدد عليهم كده اقول له اد واقول له اوكي. كده احنا تارجتنا عروض، ده التارجت الخاص بالويتس اور اوفست، تمام. طب انا عايز اتارجت النهايات برضو بتاع الايه، النهايات بتاع الحاره او الاسفلت ده الخاص باللين يعني، اتارجتها على مناسيب البروفايل التصميمي للطرق اللي انا شغال عليها. فباجي هنا على الاسلوب والريليفيشن تارجت واقول له الاوتسايد اليفيشن تارجت الخاصه باللين ناحيه الليفت، هنضغط هنا واقول له انا عايز الرود رقم واحد واربط على الديزاين بروفايل بتاعه، يبقى كده ربط لي على منسوب البروفايل التصميمي رود رقم واحد، وهنا نفس الكلام ادي الرود رقم اتنين، واختار هنا واقول له اوكي، واقول له اوكي. كده حط لي الكوريدور او وصله الكوريدور دي. تاني هقول له اد ريجون مره تانيه، واختار المره دي البيز لاين ده، اضغط عنده ضغطه كده كليك شمال بالماوس اف انتر، واختار الايه، واختار الاسمبلي سي ار او الكير بيرتيرن. الرايت سايد هوك هنختاره من الفيتشر لاين او البولي لاين اللي موجود عندي. اختار هنا ادي الايه، ادي التارجت بتاعه، والويتس تارجت هختارها برضو من الالاينمنت رود رقم واحد ورود رقم اتنين، اختارهم واقول له اد، واربط برضو الاوتسايد اليفيشن تارجت الخاص بمناسبهم. اختار الرود رقم واحد واقول له اربط لي على البروفايل التصميمي بتاعه، واختار الرود رقم اتنين واقول له اربط لي على البروفايل التصميمي بتاعه، اقول له اوكي واقول له اوكي. سكيب، اخرج من الامر وارجع تاني اقول له edit frequency، اختار الريجون ده واقول له في اماكن الكيرفات اديني الفريكوانسي كل واحد متر، واختار الريجون ده. طبعا برضه هو كله بالنسبه لي كيرف، فباجي هنا عند الكيرف انكريمنت واقول له خليها كل واحد متر. كده المفروض ان هو ظبط لي
الايه التقاطع. نسلك هنا على السطح ونسلك هنا على السطح ونقول له كليك يمين اوبجكت فيور، ورينا في 3 دي. ادي شكل التقاطع بتاعنا. هل التقاطع بتاعنا فيه مشكلة؟ هنشوف. لو جينا هنا بصينا على شكل الايه شكل الكونسبشوال، هنلاقي ان التقاطع بتاعنا رابط، المناسيب كلها رابطة على بعضها بشكل كويس جدا، ومفيش اي مشاكل. تمام، احنا دلوقتي ظبطنا الربط بتاعنا الخاص بالتقاطع، وخلصنا كمان الموديلنج او التصميم الخاص بالتقاطع، ونقدر كمان نخرج داتا من التقاطع ده.